القطة الصغيرة مشيت بالراحة لحد راس الست وقعدت تشم فيها بهدوء، وبعدين فتحت بقها ونفخت نفس كأنها كانت حبسة من 1000 سنة. في ثانية واحدة عيون الست ضاقت فجأة وصحي تاني كأنها معجزة، لكن القطة كان اختفت خلاص. البنت بصت حواليها متلخبطة، حاسة إن الدنيا كلها اتغيرت. صوت النورس بقى عالي قوي كأنهم نازلين عليها هي بالذات. رفعت ايديها بسرعة، بس العصافير كانوا بعيد أصلا. عنكبوت عدى قصادها وسمعت كل صوت صغير بيعمله وهو ماشي. شافت حتى الشعر الصغير على رجليه. اتخضت وقالت ايه ده؟ ازاي حواسها بقت قوية كده فجأة؟ اتحركت على الأرض زي القطة وبعدين وقفت بالراحة. البنت رجعت لمكانها بالراحة وبصت على الشباك الدور تاني، ومن غير ما تفكر نطت على البلكونة. شافت وشها في الإزاز مليان طين، شكلها كان مألوف بس غريب في نفس الوقت. فجأة ضربت الإزاز بقبضة ايديها ودخلت جوه بسرعة. وراها القطة الغريبة كانت واقفة بتتفرج. تاني يوم الصبح الموبايل صحاها من النوم. قامت من على السرير وهي لسه نص نايمة ووقعت على الأرض دغري. طلعت كانت نايمة فوق المكتبة من غير ما تحس. بصت لقيت الإزاز مكسور مالي الأرض ومش فاكرة حصل إيه. وهي واقفة مصدومة القطة ظهرت تاني، شكلها عايزة تقول لها حاجة. البنت خدت القطة ومشيت ورا العنوان المكتوب في طوقها علشان ترجعها. الست صاحبة القطة قالت انت رجعتي لي قطة مصرية نادرة عندها قوة سحرية. بس البنت ما صدقتش وكانت هتمشي. فجأة الست رمت كورة فيها نعناع للقطة. البنت مسكتها من غير ما تحس وبدأت تشم فيها بجنون. ما فاقتش نفسها غير لما الست خدت الكورة منها. رجعت البيت وبدأت تتصرف بغرابة. أكلت علب أكل القطط كأنها بتموت من جوع. ما قدرتش تقعد ثابتة وهي بتتكلم بالتليفون. فضلت تنط وتتحرك كأن عندها طاقة ما بتخلص. الليلة دي دوشة حفلة جاية من الشارع اللي قصادها تاني. كانت بتسكت في الأول لكن المرة دي راحت لهم دغري. لما طنشوا كلامها اتجننت، ضربت الباب برجليها وفتحته بالعافية ونطت على الترابيزة وخدت خرطوم البيرة ورشت على السماعة لحد ما اتقفلت. وبعدين نطت على الراجل وقالت له سمعت الصوت كده بعد ما لقت طعم الحرية. البنت ما قدرتش تمسك نفسها، جابت مقص وقصت شعرها كاريه وحطت روج احمر ورسمت كحل غامق قوي ولبست لبس جلد ماسك على جسمها. اتحولت لقطة متوحشة مثيرة وخرجت تتمخطر في الشارع. خدت موتوسيكل جارها الضخم شغلته وطلعت تجري بيه في الشارع. اللفة كانت خرافية. شافت عقد فاترينا في محل، وقفت تبص عليه وفجأة لقيت حد بيسرق جوه. البنت ابتسمت ابتسامة مكارة. الحرامية لسه بيكسروا في الكاونتر مش عارفين المصيبة اللي جاية لهم. أول ما شافوها جهزوا مسدساتهم وضربوا نار عشوائي، لكن رد فعل القطة أسرع من أي بني آدم بعشرات المرات. كانت اتحركت خلاص بسرعة خاطفة وهجمت عليهم من الجنب وبضربة واحدة رمت الاتنين على الأرض. لما ظهر واحد تالت اتفادت كل حاجة بسهولة والحرامي لسه مش مستوعب. نطت واستعملته كأنه لوح تزحلق. في شوية حركات خلصت على كل الأشرار. وتاني يوم سرير البنت كان مليان مجوهرات بقيمة ثروة.